ما بين التقدم في السن ورغبة الاعتزال، نجوم تشارك لآخر مرة في المونديال. مع قرب نهاية مسيرة العديد من النجوم الذين سيكون المونديال القطري الأخير بالنسبة لهم، واختار بعض النجوم الإعلان رسميا عن نهاية مسيرتهم الدولية بعد المشاركة في مونديال قطر، بينما اختار البعض الآخر التلميح لقرب نهاية التجربة الدولية ووضع حد للظهور مع منتخبات بلادهم. أبرز تلك الأسماء نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، صدم العالم بإعلان اعتزاله اللعب دوليا وهو في سن 29 فقط، ولكنه تراجع عن قراره بهدف إنهاء مسيرته بالحصول على لقب، وهو ما حصل عليه في صيف 2021 عندما فاز بكوبا أمريكا للمرة الأولى في مسيرته. ولكن بعد مرور سنة واحدة تلقى عالم كرة القدم رسالة حزينة بإعلان ميسي قائد منتخب الأرجنتين وأحد أبرز أساطير اللعبة موعد ظهوره الأخير في بطولات كأس العالم. كريستيانو رونالدو النجم البالغ من العمر 37 عاما، ذكرت وسائل إعلام برتغالية إن النجم البرتغالي يفكر في الاعتزال، وهذا المونديال يعتبر الأخير بالنسبة له. رونالدو قريب من تحطيم رقم قياسي جديد، في حال تسجيله هدفا في مونديال قطر سوف يصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل هدفا في 5 نسخ مختلفة من نسخ كأس العالم. لوكا مودريتش اللاعب في سن 37 عاما لا يزال من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لاعب مؤثر ونجمه لامع دائما. رغم ذلك قرر تعليق الحذاء دوليا بعد كأس العالم 2022. هذا ما كشفته وسائل إعلام مقربة من نجم نادي ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش إنه سيتخذ قرارا مهما بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم. اللاعب بدأ مسيرته الكروية مع منتخب كرواتيا في العام 2006، وحقق معه المركز الثاني في مونديال روسيا 2018 عقب خسارة المنتخب بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين أمام فرنسا، وكان قد توج بجائزة أفضل لاعب حينها في العالم. روبرت ليفاندوفسكي واحد من أفضل المهاجمين في العالم، نجم أينما حل وارتحل، نجم لامع ومتألق في جميع الأندية التي مثلها. يعد ليفاندوفسكي هو أفضل هداف في تاريخ منتخبه بولندا. له في مونديال قطر 2022 فرصة في التسجيل حتى يدون اسمه في تاريخ كأس العالم، واحدا من النجوم الذين سجلوا في المونديال الأخير بالنسبة له. في ألمانيا هناك أخطبوط يسمى نوير، حارس يعتبر الأفضل والأكمل في هذا المركز. صاحب 36 عاما بدأت مسيرته مع المنتخب الأول في العام 2009، وأصبح الحارس الأساسي للمنتخب الألماني. رحلته مع المنتخب وصلت إلى النهاية، حقق مع منتخب بلاده كأس العالم لعام 2014، وخرج رفقة منتخب بلاده من الدور الأول في مونديال روسيا 2018. كانت هذه أبرز الأسماء التي ستختم مسيرتها مع منتخبات بلادهم في مونديال قطر 2022.